غنبقاو مع ابداعات طلبه المعهد الاكاديمي ملتيميديا. والان معنا صحفي خريج السنه الماضيه ابى الا ان يشاركنا قصيده حول القضيه الفلسطينيه. امين العروي. امين العروي تفضل معنا. السلام عليكم. كنرحب بالضيوف الكرام، كنشكر الناس اللي جاو اليوم باش يشجعوا الطلبه اللي غيتخرجوا هذا العام. كنشكركم ايضا على جميع المجهودات اللي قامتوا بها العائلات ديالهم او الاصدقاء ديالهم اللي جاو اليوم باش انهم يشاركوا هذه الفرحه. شكرا للحضور ديالكم. القصيده هذه ماشي ديالي، هذه ديال تميم البرغوثي. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش تميم البرغوثي هو أغنية الشعراء ديال هذا الجيل. القصيده سميتها طفي ساعة. هي كتدوي على النكبه الفلسطينيه، هي كتدوي على الاحوال اللي كيعيشوها الفلسطينيين اليوم. وفي هذه القصيده تميم البرغوثي كيحاول انه يخاطب الموت وانه يطلب منها انها تحاول عليهم شويه. باش ما نطولش لكم انا غنبدا. قفي ساعة، قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله. وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهله. يقلبني يأسا على عظم بها كما أمسكت ساق الوريد قوابله. ويحملني كالصقر يحمل صيته ويعلو به فوق السحاب يطاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا وإن ضل في مخلابه فهو آكله. عزائي من الظلام إذا مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله. إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما ينجو من الموت قاتله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله. يقوم بها يوم الحساب مدافعا، يرد بها ذمامه ويجابله. ولكن قتلا في بلادي كريمة ستبقيه مفقود الجواب يحاول. ترى الطفل من تحت الأنقاض مناديا أبي لا تخف والموت يمطر وابله. ووالده يشير رعبا بكفه وتعجز عن رد الرصاص أنامله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة كأني لعمري أهله وقبائله. وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يصلى عليه ثم يوطأ بعدها ويخلف عنه عينه متناوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها فتلك من البيت الحرام مداخله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة كأني لعمري أهله وقبائله. أرى الموت لا يرضانا خلفاءه ولسنا مطيقيه عدوا نقاتله. فهل تمت من جيل سيقبل أو مدى يبادلنا أعماره ونبادله. شكرا.